واحده تبعت تقول لي انا بخدم ضرتي برموش عينيا، انا بعمل لها كل حاجه هي عايزاها وبعمل ده من ورا جوزي. انا الصراحه الكلام ده لما اتقال لي في الاول ما بقتش مصدقه، قلت اكيد في سر، في حاجه، يمكن عايزه مصلحه منها، يمكن ضرتها غنيه وعايزه تاخد منها فلوس. يعني قلت في قصه هعرفها بعد ما تحكي. لكن اكتشفت ان مفيش اي حاجه من الكلام ده، واكتشفت ان في واحده بتحكي وهي بجد بجد مش حاسه انها بتعمل حاجه. بتقولي انا بخدم ضرتي برموش عينيا، بحبها جدا، ست محترمه وجميله وبتخاف ربنا، وعلى طول السبحه في ايديها وبتصلي، وربنا ابتلاها بالمرض، لكن هي قد ايه ست عظيمه، بحس فيها انها امي. وهم فرق بينهم في العمر كبير جدا. الست اللي بحكي لكم عليها او البنت اللي بحكي لكم عليها عندها تقريبا 30 سنة أو حاجة و30 سنة. بتقول أنا من أسرة بسيطة جدا، ناس على قد حالهم، كنت كل حلمي إن أتجوز راجل مقتدر ماديا، نفسي أغير حياتي، نفسي أعيش مع راجل ربنا فاتحها عليه عشان أقدر أعيش. اتقدم لي جوزي، كنت عارفة إن هو المفروض إنه كان متجوز بنت عمه بقالهم 25 سنة، وجوزي ده ما كانش صغير، اللي تقدم لي ده كان كبير، كان اكبر مني تقريبا بضعف عمري. وفي الاول قعدت اقول ايه اللي يجبرني اتجوز راجل اكبر مني بكل العمر ده. الحاجه الوحيده اللي كانت مميزاه انه معاه فلوس، مقتدر ماديا، عنده ابن متجوز وابنه مستقل مع نفسه وعنده مشروعه، وهو كل حاجه متاحه عنده. وكمان مش بس كده، ده هيسعد اهلي وهيجيب لهم كل اللي هم عايزينه. عرفت انه كان متجوز بنت عمه، لكن في خلافات بينهم، وان هو خلاص دي ست كبرت وبقت مريضة، وان هو كراجل محتاج ونس ومحتاج حد يكون معاه في البيت. في الاول رفضت، لكن اهلي قالوا لي والله يعني احنا شايفين انه كويس وماديا مرتاح، وده الهدف او ده اللي انتي نفسك فيه. فانا وافقت، اتجوزته. وبعد الجواز بشهر وشهرين لقيت واحدة دايما بتيجي تقعد قدام البيت. واسمعوا بقى التفصيلة اللي توجع القلب. ست كبيرة في السن بتيجي دايما تفرش وتقعد قدام البيت، وبتقول انا من اول ما رحت وانا بلاقيها كتير نايمة في الشارع، وانا فاهمة ان هي من الناس اللي معهاش ما عندهاش حاجة، واكيد وراها قصة، واللي رايح واللي جاي بيعطف عليها، وهي كل اللي بتقوله يا رب انت القوي وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي يظلم الولاية. ما بتقولش حاجة غير كده، ليل نهار نفس الدعوة ونفس الكلمة، واللي رايح واللي جاي، اللي يديها غطا تستغطى بيه واللي يديها أكل تاكله. بتقولي أنا صارت فضولي، أنا عايزة أعرف مين الست دي. المهم قلت لجوزي هي مين دي وليها أهل ولا لأ. لقيته بيقول لي سيبك سيبك منها. قلت له مين دي يعني؟ قال لي ده دي بنت عمي اللي أنا كنت متجوزها. بتقولي انا شهقت وضربت كده على صدري وقلت له بنت عمك وسايبها في الشارع؟ انت ازاي عملت كده؟ قال لي لا دي هي اتجننت وما بقتش راضيه تقعد في البيت، وهي اللي مفضله القعده دي. بتقول انا حسيت ان في حاجه غلط. ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ طب وابنها ازاي سايبها بالطريقه دي؟ بتقولي انا حسيت ان في لغز انا مش فاهماه. كل اللي انا عارفاه ان ابنها ده كان مسافر وما بيجيش تقريبا غير كل سنة سنتين مرة، ويمكن هو ما يعرفش الحال اللي امه فيه. تقولي انا استنيت جوزي يمشي من هنا وخدت بعض جري ونزلت قعدت جنبها. اول ما شافتني ولا بصت لي بقرف ولا اتضايقت مني، مع انها عارفة ان انا اللي متجوزة جوزها. ولقيتها بتقولي اهلا يا بنتي، مبسوطة في عيشتك؟ قلت لها انا نفسي افهم ايه اللي فيكي، ايه اللي رماكي الرميه دي، وايه اللي حصل؟ لقيت واحده انفجرت في العياط، قعدت تعيط وهي ست من سن امي. قعدت تعيط وقالت لي ربنا يا بنتي ما يذلك ابدا ولا يحوجك للئيم ولا الغدار. قلت لها احكي لي الله عليك، بالله عليكي احكي لي، عايزه افهم ايه اللي بيحصل. قالت لي ما فيش،
انا كنت واحده متجوزه الراجل اللي انت متجوزاه، عشت معاه 25 سنه على الحلوه والمره، عمري ما جيت عليه ولا ظلمته، كنت واقفه جنبه في كل حاجه وبعمل المستحيل عشان نعيش والدنيا تمشي. خلفت منه ولد وبنت. بنتي ربنا استرد امانته وهي عندها 16 سنه. كان وجع صعب جدا، هو ما تأثرش ولا زعل ولا حزن، انا اللي عشت بنار ومرارة، لان كانت بنت عمري، كانت بنتي وصاحبتي وحبيبتي، وهو كان دايما بيقسى عليها. هو ما بيحبش خلفة البنات، ومن اول يوم جت البنت ما كانش بيعملها كويس. وابني من بعد موت اخته قرر انه يسافر بره، ما كانش قادر انه يقعد وعارف ان اخته مش موجودة في البيت. وانا قعدت اقول له ما تسيبونيش، انتوا كلكم هتسيبوني، اختك راحت عند ربنا وانت هتسيبني وتسافر. لكن هو صمم وفعلا سافر. بتقول بقيت قاعده مش عارفه اعمل ايه، الظروف ما كانتش احسن حاجه، كنت بضطر ادخل جمعيات، جمعيه ورا جمعيه، واساعد ناس، ده يقبض الاول عشان عنده مشكله، وده يقبض عشان يحل مشكله، وده يقبض عشان يجوز ابنه. وده الحاجه اللي انا كنت بعملها، وطول الوقت بعمل ده. كنت بقف جنب جوزي من الجمعيات دي، وكنت بقبض عشانه، وكنت بديله عشان يقف على رجله، وانا كنت سبب في 3/4 الخير اللي وصله. كل شويه اعمل له مبلغ، والمبلغ يكبر، مره جمعيه ب50، مره ب100، مره ب200، وكل ما ثقه الناس فيا بتزيد الاعداد بتيجي اكتر واكتر، وهو ياخد المبلغ يبني نفسه ويكبر اكتر، وانا احس ان دي الحاجه اللي هتفرحني، اهو كله لابني. بنتي ما بقتش موجوده، بس في الاخر الخير لابني. لحد ما في مره وقعت في نصاب، النصاب ده للاسف خد المبلغ الكبير، وانا كنت واثقه، وفي ناس مرشحينهولي وقالوا لي ان هو مرتاح ماديا وراجل محترم، لكن للاسف طلع نصاب، خد المبلغ وفص ملح وداب وما بقاش موجود، وما بقتش عارفه اوصل له. ساعتها اتدينت بمبلغ 200 ألف جنيه، مش عارفه اعمل ايه، اسددهم منين، اجيبهم منين. كنت فاكره ان اول ما مايل على جوزي هيقف جنبي، لكن انا بقى بقيت ست كبيره وملامحي اتغيرت والحزن ضيعني وكبرت. ومش بس كده، ده انا كمان ربنا افتكرني بخيره، ولقيت جالي مرض الكانسر من بعد موت بنتي من الحزن، وصحيا ما بقتش قادرة ولا بقيت حتى قادرة ان انا ناهد. كل هدفي ان اسدد الراجل ده وابطل الموضوع ده وكفاية لحد كده. افتكرت جوزي هيقف جنبي، لكن جوزي قال لي انا مالي، انا ما قلتلكيش، خلاص انت حرة، ده موضوعك وشيليه. ابتدت ديانا يجولي، وابتدت الناس كلها تحاوطني، وانا مش عارفه اتصرف، مش عارفه اعمل ايه. هو راح اتخانق معايا وقال لي مالكيش قاعده في البيت، انت قاعده ليه؟ بنتك ما بقتش موجوده وابنك سافر وهج، وانت اساسا قاعده لي ليه بقرفك؟ انا ما بقتش عايزك، ما بقتش بعمل بيكي حاجه، انا زهقت منك، انت مش شايفه منظرك. واتخانق معايا وطردني، طردني يا بنتي، وانا ماليش حد، ولا ليا اب ولا ليا ام، كلهم ماتوا، ولا ليا حد في الدنيا. ما بقتش لاقي مكان اروح، ففرشت في الشارع اللي الناس عارفيني فيه، فرشت عشان لما الديانه يجوا يسالوا يلاقوني مرميه في الشارع يسيبوني في حالي. هجيب منين لما يلاقوا حالي بالطريقه دي، يعرفوا اللي انا وصلت له واللي انا فيه. وما بقتش عارفه اعمل ايه. بتقولي انا ساعتها قلبي وجعني عليها قوي، انا ما كنتش اتخيل ان الدنيا غداره قوي كده. الست اللي كانت عايشه في بيتها معززه مكرمه يحصل فيها كل ده، والراجل ده اللي انا دلوقتي متجوزاه اللي جه قعد يقول اعمل لكم واسوي لكم بس انتوا وافقوا، اللي فارش لي البحر طحينه وعايز يجيب لي نجمه من السما، ما هنش عليه يقف جنب عشره عمره اللي وقفت جنبه سنين طويله ورماها الرميه دي. بتقول صعبت عليا جدا، والناس في المنطقة قرروا انهم يقعدوا يتكلموا معاه، وفعلا اهل المنطقة اتجمعوا وقالوا له ما ينفعش الوضع ده،
ازاي دي بنت عمك ومراتك وعشرة عمرك، ازاي سامح لها تترمي الرمية دي وتقعد في الشارع؟ وكل اهل الحتة وقفوا له وقالوا له لازم توضع حل للمسألة دي. بكل الجبروت رد وقال ما عنديش حل غير انها تطلع في الأوضة اللي فوق السطوح. انا دلوقتي راجل بقيت متجوز، ومراتي الجديدة عمرها ما هتقبل ان واحدة زي دي تيجي تعيش معاها. معلش يعني دي بنت صغيرة وحلوة، وايه اللي يجبرها انها تخدم واحدة في السن ده؟ عايزة تقعد في أوضة فوق السطوح. بتقولي انا بقيت قاعدة مستغربة، قلت له لا وماله، تيجي وتقعد. لكن هو بصلي في وسط كل الرجالة اللي قاعدة وقال لي ادخلي جوه انت مالكيش رأي، لان هو مش على هوا انها هتيجي ولا تقعد. وفعلا الرجالة رضيت وقالوا لها خلاص انقلي حاجتك واطلعي في الأوضة اللي فوق السطوح. بتقولي من اليوم ده وانا قررت اني ماليش دعوة بيه. هو طبعا بعد ما الرجالة مشيت بهدلني وقال لي انت بتتدخلي ليه، ودي ملهاش انها تدخل تاني. انا قطعت الصفحة دي من حياتي، هي ما بقتش تلزمني ولا انا مستفيد منها بحاجة. وابنها بيتكلمني انا ما برضاش اقول له حاجة، لكن لما يجي لا ياخدها لا يشوف لها مكان تاني، وهي مؤقتا تقعد فوق السطوح. بتقولي انا بصيت له بصت كره وخوف. ياه، انت للدرجة دي قاسي؟ هان عليك العشرة، 25 سنة اترموا تحت الأرض ما بقوش ليهم أي وجود. بتقولي بقيت استنى هو يمشي لأنه محذر عليا، ماليش علاقة بيها، ماليش كلام معاها، مش عايز نقعد معاها عشان ما تقعدش تسمم أفكاري زي ما هو بيقول وتقولي الكلام اللي يفوقني. فأنا بقيت استنى إنه ينزل من هنا واطلع لها جري من هنا، ألبسها وأغير لها وأحميها وأكلها وأعمل لها كل اللي هي عايزاه، وهي ما بتحرمنيش من دعاها، بتدعيلي 24 ساعة، تقولي روحي يا بنتي ربنا يسترك دنيا وآخرة، وما تشوفي يوم وحش ولا المرض يمسك في جسمك ولا أبدا يحويك لشر اللئيم ولا الغدار. على طول بتدعيلي، وأنا حبيتها زي أمي، والله حبيتها زي أمي، ماليش علاقة بقى إن في ضرتي، بالعكس ده أنا حاسة إن أنا اللي ظلمتها وجيت عليها. بس حتى لو أنا ما بقتش موجودة هو كان هيعرف غيري وغيري وغيري. الفلوس مقوية قلبه وعايز يتجوز واحدة صغيرة تهنيه. هو ما بقاش باقي على الست دي عشان كبرت، خلاص بقى كبرت وجالها المرض، ومن بعد موت بنتها الحزن تقريبا خلص عليها. هيعمل بيها ايه؟ رميها فوق السطوح بكراكيب قديمة، سرير قديم وكنبة قديمة، حتى التلاجة ما كانتش عندها، كان دواء السكر ما بتلاقيش مكان تشيله فيه. كانت ما بتبقاش عارفة تعمل ايه لولا اهل الخير اللي بيعطفوا عليها، وانا اللي بطلع لها لقمة من وراه من غير ما يعرف. بتقول انا ما بقتش عارفة اعمل ايه. الست دي خلاص بقت انا حطاها كده قدامي ان ربنا جعلني سبب ليها، وهي من الاسباب اللي مخلاني مش عايزه امشي. بحاول اوصل لابنها بكل الطرق لكن مش عارفه اوصل. هو خافي تقريبا كل الارقام اللي ممكن تخليني اوصل له. حتى لما بيكلموا دايما من بره، ولما يجي اقول له هو ابنك ما بيجيش، ابنك ما بيسالش، يقول لي اه ده كلمني من شهر، ده كلمني من شهرين. عمره حتى ما كلمه في البيت، انا ما اعرفش عنده حاجه. هي بتقول لي انا نفسي بس ابني يعرف اللي انا فيه، وابني لو عرف اكيد مش هيرضى الحال اللي انا فيه. لكن ولا عارفين نوصله ولا هي عارفه توصله، لانها حتى معهاش حته تليفون، مش عارفين نتصرف ونعمل ايه. تاني حاجه تقولي انا برضو فكرت ان امشي لاني خايفه على نفسي، راجل زي ده لا يؤتمن، انا مرعوبه منه، حاسه انه ما عندوش اصل، خايفه اعيا او يجرالي اي حاجه يرميني. وانا فعلا حاسه ان ندمت ندم عمري يوم ما اتجوزته ويوم ما ربطت اسمي باسمه. لكن في نفس الوقت قاعده عشانها لان ربنا جعلني سبب. انا حاسه اني دخلت البيت ده مش عشان اتجوزه ولا عشان يساعدني ماديا ولا عشان يدي اهلي فلوس، ربنا مدخلني البيت ده عشان الست دي،
عشان اخدمها وارعاها، عشان دي ست مريضة سكر ومريضة كانسر وحالتها بالبلا ووزنها كبير وملهاش حد يساعدها ولا يخدمها. قوليلي اعمل ايه؟ طبعا القصة دي يا جماعة من القصص المؤثرة جدا اللي جات لي. الحمد لله بفضل الله قدرنا نساعد الحاجة دي، والحاجة دي هي موجودة وحية ترزق، ربنا يديها الصحة والعافية، بمعاش شهري، وربنا كرمنا وقدرنا نوفر لها تلاجة في البيت، وبنحاول ان احنا نوصل لابنها. وانا بحكي القصة دي عشان تشيروا على قد ما تقدروا. لازم كلنا نحاول نوصل لابنها. ابنها ما يعرفش حاجة عنها، وللأسف بقاله أكتر من 3 سنين ما فكرش ينزل، وده برضو بالنسبة لي علامة استفهام. انت وارث الغباء من أبوك قوي كده؟ 3 سنين ما فكرتش تنزل تشوف أمك ولا تطل عليها؟ أمك اللي ما بتكلمكش، يعني أبوك ده لو بيكلمك ما بتسألوش أمي فين؟ إيه اللي جرى؟ أو هو إيه اللي هو مفهمهولك؟ في حاجات كتير وأسئلة مش مفهومة، ولا أنت عرفت اللي حصل وراضي؟ وده الشك الأكبر، إن أنا واثقة إن هو عارف اللي حصل وكبر دماغه، ويمكن الغربة قسته أكتر وأكتر، وهو كمان مش في بلد عربي، ده في بلد أوروبي، فيمكن الغربة والتعامل العملي خلاه ما بيفكرش، لأن اللي بيحصل بجد غريب. لأن أنت لما ما تكلمش أمك شهر واتنين وتلاتة، ده ما أثرش جواك ريبة وشك، ما خلاكش تخاف ولا فهمك ان امك ماتت. وده برضو من الحاجات الاحتمالات اللي احنا حاطينها، انه ممكن يكون مفهمه ان امه ماتت، ويا ابني ما تنزلش، خلاص اجراءات الدفن خلصت وانا دفنتها وخلصت القصة، والواد فاهم ان امه ماتت، عشان كده هو ما بقاش ينزل لحد. اسئلة كتير ملهاش اجابة. كل اللي انا عايزة اقوله ان ربنا يكرمنا ونقدر نوصل له لو هو موجود، عشان نفهمه الحقيقة، لعل وعسى يكون في قلبه رحمة ينزل ينجد أمه. وبالنسبة لك انت فعلا الراجل ده ملوش أمان، وأنا متهيألي مش هضيف حاجة أكتر من اللي انت شايفاه بعينك. يعني مهما قلتلك أصله قاسي، أصله وحش، أصله ندل، أنا مش هضيف أي شيء. انت شايفة بعينك ندلته وقسوته ووحشته، شايفة كل حاجة. شايفة ان واحدة اتخلى عنها بنت عمه اللي هي من دمه ولحمه، اتخلى عنها وباعها وظلمها ورماها، وقعدت شهور في الشارع. كان بيهون عليه يشوفها في الشارع؟ يعني هو كده راجع البيت او نازل من البيت وبيفتح البلكونة، الست دي كانت بتبقى قاعدة قدامه، وهي اختارت المكان قدام البيت عشان الديانة لما يجوا يشوفوها، وهو كان بيهون عليه يسيبها في البرد في الحر، ما يقولهاش طب اطلعي، ما بيدهاش الأوضة دي من بدري. للدرجات دي قساوة القلوب؟ تفتكري هيعمل بيكي ايه؟ على فكرة هو المستفيد منك اكتر منك، هو المستفيد منك اكتر منك. اي واحدة بتتجوز راجل عجوز وغني وفاهمة ان هي المستفيدة، انت غلطانة. انت بتديله شبابك اللي لا يقدر بمال، بتديله صحتك اللي لا تقدر بمال، بتديله اجمل سنين عمرك اللي ما بتعوضش بفلوس. هو بيديك شوية فلوس او بيغري اهلك بشوية فلوس، والله الفلوس ولا ليها لازمة. ويمكن ربنا يرزقك بشاب من سنك وربنا يكون مقدره، مش بالضروري يكون غني، بس يقدر يعيشك عيشة كويسة. فاوعي تفتكري ان انت اللي بتضحكي عليه ولا انت اللي مستفيدة منه، هو اللي مستفيد منك تالت ومتلت، ومستفيد بشبابك ومستفيد بجمالك ومستفيد بمتعة معاكي، وكل ده مقابل كلام فارغ ملوش لازمة. بس ربنا انت سخرك للست دي، وانا بشكرك جدا على رعايتك ليها وعلى توصيلك للمعلومات اللي انت وصلتها لنا. احنا كل